هاخدك شويه في الناحيه الاخلاقيه في الموضوع. هل طالما احنا مش محتاجين الكلام ده، هل بقى المجتمع وحاسه التذوق عندنا تستدعي ان احنا نتسبب في المعاناه دي للحيوان ده؟ الحيوانات يعني كلها بشكل عام بتحس بالالم، عندها قدره على تكوين المشاعر، الاسر. بص، يعني لو اتكلمنا في الحته دي شويه هنتكلم من ناحيه دينيه شويه. جميل. وده انا ما عنديش مشكله ان احنا نتكلم فيه. جميل. بس احنا مثلا عندنا محرمات وعندنا حاجات حلال. يعني هل حرام ان انت ما تاكلش لحمه؟ لا، مش حرام ان انت ما تاكلش لحمه، بالظبط. بس ستيل هو حلال ان انا اكل لحمه. بالظبط، حلال. يعني انت بتتكلم ان هو مثلا ممكن يبقى الم شويه او الكلام ده للحيوان، ما كانش ربنا فدى سيدنا موسى بكبش. كلام جميل. فدي يعني ربنا محلل لنا ان احنا ناكل كده. اذا اكيد لو ربنا عارف ان فيها اذى او الكلام ده للحيوانات، ما كانش خلق هو الحيوانات دي علشان تتاذي بعد كده. زمان احنا ما كانش عندهم، زمان من 1000 سنه او 2000 سنه والكلام ده، ما كانش عندهم سوبر ماركتس يخشوها ينقوا منها الحاجه، ما كانش عندهم تنوع في الرياضه، ما كانش عندهم اختيارات كتير. فبالتالي كان انت بتنزل كل قدامك ان انت تصطاد الحيوان ده عشان تاكله، تاكل نباتات، تشوف بقى تنام. الموضوع كان صعب وكان مختلف تماما وقتها. فبالتالي كان احتياجاتهم وقتها بتتلبى بحاجات معينه. لكن احنا في عصرنا ده نخش السوبر ماركت، عندنا ما شاء الله يعني عندنا اختيارات كتيره جدا، مش محتاجين. حلال ان انت تاكل لحمه، لكن هل انا محتاج اكلها لو هي حلال وانا عارف ان هي فعلا الحيوان ده بيتألم؟ انا مش محتاج اشرب سجاير، انما انا بشرب سجاير. مش محتاج ان احنا نشرب شيشه. بالظبط. بس السجاير بتضرك انت. انا بقول لك هي حاجه احنا اتربينا عليها، زي ما قلت لك هي كلتشر. هل بقى هل الكلتشر دي تبرر او يعني كافيه ان هي تبرر المعاناه ان انا اقتل كائن بيشعر بالالم عشانها؟ في حين ان انا مش محتاج، حلال ليا. بس انا يعني ليه؟ عادي، البروكلي حلال، كل الناس بتاكل. محدش بياكل بروكلي. النباتات كائنات حيه، ما بتحسش بالالم، ما عندهاش وعي. ما قال لك؟ ما هو ستيل فيها عندها روتس، عندها الحاجات دي. يعني ستيل هي عندها روتس، هي كائنات حيه. اوكي، هي كائنات حيه بتستجيب بتحس. لا، ما بتحسش. فيش عشان تحس لازم يكون عندها وعي، لازم يكون عندها نيرف سيستم بيحسسها بالالم، تبقى قادره على تكوين المشاعر والعلاقات مع افراد لو في عندهم افراد واسر والكلام ده. فساينتفكلي لا، النباتات ما بتحسش. كائنات حيه بتستجيب لبعض المؤثرات، كائنات بيتبع الشمس. فكره بالظبط زي موبايلك، ممكن لما تدوس عليه ينور، انا كانه بيحس؟ لا، بس هو بيستجيب ليك. بالظبط. هي النباتات نفس الفكره، ما عندهاش وعي، غير قادره على الاحساس او تكوين مشاعر او الاحساس بالالم بشكل عام. فعشان كده احنا بنقول لو احنا نقدر يعني نعيش حياه هيلسي اكتر، هل ليه ما نعملش كده يعني المعاناه تقل من العالم؟ طبعا عندنا فكره عن اللبن، يعني اللبن بصفه خاصه، يعني ده بعيد عن اللحمه. عشان تقول لي اللبن عندنا فكره بيجي ازاي؟ من البقره او من الحيوان. جميل. عشان البقره تعمل لبن زي البني ادمين بالظبط، لازم تبقى حامل. اللبن ده بيبقى معمول للبيبي بتاع البقره. تمام. بتبقى حامل ازاي؟ طبعا في وقتنا احنا ده ما فيش بقى فكره الفلاح يقعد يحلب البقره والكلام ده. لا طبعا، في اللبن اللي احنا بنجيبه كله في المصانع تبقى البقره ارتفيشلي انسيمينيتد، يحصل لها تلقيح صناعي، تقعد 9 شهور حامل، واول لما تولد بناخد من البيبي بتاعها. ده حلال؟ انت شايف ان حاجه دي تبقى حلال يعني؟ اكيد حلال ما دام ما فيش حاجه ذكرت انها حرام. انما انت بتتكلم من ناحيه، انت بتتكلم من ناحيه انسانيه شويه. لا، هو الدين امرنا بالرحمه مع الحيوان. ايوه، الرحمه مع الحيوان. انا ما باخد البيبي من بقره، هي علاقه الام بابنها على مستوى الحيوانات. مثلا الرحمه بالحيوان، كان ربنا مثلا لو هو مش مهتم بالرحمه بالحيوان ما كانش قال لك في امراه دخلت الجنه في مظبوط. كلام مظبوط يعني، فاهمني؟ فستيل هو ربنا يعني اكيد اكتر حد كان يعني مهتم بالرحمه بالحيوان.